اصل زمن المعجزات خلص واللي بيحصل ده ضحك علينا. طلع حد دكتور محترم بيقول انه الحكايه اللي حصلت بتاعه المعجزه بتاعه الراجل المسيحي اللي اتشفى جوه الكنيسه من الشلل اللي كان عنده ضحك على العقول ومش حاجه حقيقيه. وانا قعدت افكر في الموضوع معاه. الراجل ده طلع بيقول على القصه دي انها قصه فيك متلفقه، او هي قصه مش حقيقيه لانه في نتائج معينه ممكن تكون حصل بسببها عمليه الشفاء. طبعا كلنا عارفين قصه الراجل المسيحي اللي قام وبقت ترند، المعجزه اللي حصلت جوه الكنيسه وهو شاف السيده العذراء وقال ان هو قامت شدته وهو كان قعيد لمده 7 سنين، يعني قاعد على كرسي متحرك ما بيتحركش، وكان بدأ الموضوع يفقد فيه النطق كمان لانه كان فيه شويه مشاكل بدأت تحصل عنده، وكان ال7 سنين دول ما فيهمش اي حركه ولا اي كلام. وقال ساعتها ان هو شاف الست العذراء جايه بتشده من مكانه وبتقول له قوم، وهو فعلا قام اتنطط. من المفاجاه اللي حصلت ان هو ما كانش عارف هو بيعمل ايه، بيتنطط من مكانه والناس كلها شافته في الوضع ده، وكان الموضوع على مرأى ومسمع من الجميع. المعجزة انتشرت جدا على السوشيال ميديا وبدأوا ناس كتير يتكلموا عليها، منهم اللي بيأيد الموضوع ويقول فيه فعلا معجزة، ومنهم اللي بيقول انه مفيش معجزة اصلا والموضوع ده كله فيك ومتلفق. طيب لما نيجي نبص لبعض الحاجات اللي حوالين الراجل ده، بس قبل ما ابص لهم هرجع لرأي الدكتور اللي كان بيتكلم وبيقول مفيش حاجة اسمها معجزة اصلا. اتكلم بمنتهى الاحترام وهو فعلا شخص محترم، بس كان بيتسند في الامور دي وقال انه الشلل اللي كان موجود عند الراجل ده كان موجود عند ناس كتير جدا، وفي منهم اللي فعلا تم شفائه من الموضوع ده بس بعمليات جراحية او بمناظير، لانه الموضوع ما ينفعش يكون فيه شفاء تام من غير تدخل جراحي. الموضوع عبارة عن انقطاع في الفقرات الظهرية، يعني بيبقى فيه بريشر او ضغط معين على الفقرات في الظهر، وبالتالي لازم تدخل جراحي، وده جراحيا وعلميا. وهو الدكتور اتكلم من وجهة نظره العلمية لما قال ده رأي الطب، لكن مفيش حاجة اسمها معجزات، الطب ما بيعترفش بالمعجزات. فقال انه في حاجة من اتنين، يا اما الراجل ده كان فعلا بيتعالج واتعالج من القصة دي وكان عنده شلل والناس كلها عارفة ان هو عنده شلل وراح اتعالج بعملية جراحية وجه الكنيسة في اليوم ده علشان يعمل الترند ويضحك على الناس ويقول ان العذراء ظهرت له وهو خف عن طريق الموضوع ده، لكن هو كان بيضحك على الناس وعامل عملية. او السبب التاني اللي هو بيميل له اكتر وبيقول انه لا، ده ممكن يكون عامل نفسي. في الطب في حاجه اسمها البلاسيبو افكت، ده ممكن يكون عامل نفسي ان الشخص يكون مقتنع انه عنده مرض وبسبب الايحاء النفسي بيقتنع انه المرض ده خف وبالتالي بيخف فعلا. انا حابب ارد على الدكتور واقول له كلامك يحترم لانك فعلا كنت محترم في الكلام، حتى لما قلت انه بلاش احتقان بين الجهتين او الطرفين، فده راي محترم ويحترم واي حد هيحترمه، وانا معاك في الراي ده وبأيده قبل ما اتكلم في اي حاجه. لكن تعالى اقول لك يا دكتور حاجه بسيطه جدا. مبدئيا انت اتكلمت في شقين، شق العمليه الجراحيه وشق العامل النفسي. الطب فعلا في حاجه اسمها عمليه جراحيه بتتعمل لاي مريض ممكن يكون عنده مشكله معينه، وانت عارف وادرى وقلت ده في كلامك انه العمليه الجراحيه لازم تتعمل في الموقف ده. يعني من الاخر الراجل مش هيخف في الموقف ده غير بعمليه جراحيه، يعني بالتالي الراجل كان ممكن يكون عامل عمليه جراحيه وبيضحك على الناس. بس تعالى بص للبادي لانجوج بتاعت الراجل في الكنيسه في وقت حدوث المعجزه. يعني مستحيل راجل يكون في السن ده وهو باين ان هو راجل كبير في السن والناس كلها عارفه عنه ان هو مشلول او قعيد لمده 7 سنين، وكان بدأ كمان يفقد النطق. صعب جدا انه يكون كان بيضحك على الناس لمده 7 سنين، يعني اكيد احنا عارفين ومتاكدين الراجل ده كان مشلول بشهاده كل اللي يعرفه، وفي نفس الوقت الشلل النصفي اللي كان عنده كان محتاج عمليه جراحيه زي ما انت قلت. طب فعلا لو هو عمل كده وعمل عمليه جراحيه، تفتكر المنظر اللي كان فيه الراجل من بهجه وفرحه وسعاده وتنطيط لراجل في السن ده بالاسلوب ده ولا يعرف حاجه عن التمثيل ولا عمره كان مثل، تفتكر ان هو بالبراعه دي في التمثيل وهو في سنه ده وكان مشلول وعمل العمليه وبس جاي يضحك على الناس في اليوم ده عشان يتنطط؟ اظن البادي لانجوج واي حد بيفهم في لغه الجسد هيفسر ان الراجل ده حصل له فعلا معجزه حقيقيه مش مجرد تنطيط. ده في حاله ان هو زي ما انت بتقول كان عمل عمليه وضحك على الناس، او
انت بتفترض معانا ان هو فعلا كان عنده مرض شلل نصفي والبلاسيبو افكت ده خففه. تعال اقول لك يا دكتور انك اكتر واحد عارف ان البلاسيبو افكت ممكن يظهر على بعض المشاكل اللي فيها حاجات نفسيه. يجي على واحد عنده مشكله عضويه ما بتتحلش غير بعمليه وزي ما انت قلت وتيجي تقول اصل البلاسيبو افكت عمل كده. هو كان بيفترض انه البلاسيبو افكت الراجل ده من كتر ما هو حابب العذراء وقال ان هي ممكن تيجي تشفيه وكان بيتمنى ده، فدماغه هيئت له انه الشلل النصفي ده خف. وفعلا بعد 7 سنين قاعده في الكرسي قام وجري ومشي واتنطط على حسب فكره وعلى حسب الاوهام، زي ما الدكتور ده قال انه الاوهام دي هي اللي قومته وخلته نفسيا يبقى مؤهل انه يمشي. بس حقيقي مفيش بلاسيبو افكت بيعالج من شلل نصفي. عمرنا ما سمعنا عن حد في العالم اتعالج من الشلل النصفي بالبلاسيبو افكت او بالايحاء. يعني من الاخر ما ينفعش يكون الراجل ده ضحك على كل الناس دي بالبادي لانجوج بتاعه المحترف فيه ده ويكون فعلا هو كان نصاب او ما كانش تعبان وخف، لانه فرحته كانت باينه جدا عليه. وما ينفعش في نفس الوقت يكون البلاسيبو افكت هو اللي خففه، لانه مستحيل يعالجه من الشلل النصفي. لكن زي ما انت قلت يا دكتور زمن المعجزات انتهى، وده ما ينفعش تقوله، لانك زي ما انت واثق في الطب اللي قلت انه ما ينفعش حاجه زي كده تخف من غير عمليه جراحيه، وعندنا في الطب مفيش حاجه اسمها معجزه، ده لازم يكون في سبب للمشكله وفي حل للمشكله جراحي او غيره. انت واثق جدا في الدكتور اللي هيعمل العمليه، كان مش واثق انه في معجزه ممكن ربنا يعملها؟ ربنا اللي خلق الدكتور اللي عمل العمليه وعلمه ازاي يعملها مش قادر انه يعمل معجزه لراجل زي ده؟ حابب اقول لك يا دكتور النقطه دي انت كنت غلطان جدا فيها، لانه ما ينفعش النهارده تقول مفيش معجزات. لحد اللحظه اللي احنا فيها دي ولسه بدري هنسمع عن معجزات كتير جدا، لان ربنا زي ما خلقنا ما بيسيبناش وكل يوم بيعمل لنا معجزه في حياتنا. يا دكتور انت ممكن تكون ماشي في الشارع وتلاقي نفسك كنت هتعمل حادثه وفجاه ربنا حماك منها، دي في حد ذاتها معجزه. يعني ربنا لسه بيتدخل في حياتنا وقادر يحمينا وقادر يعمل لنا معجزات في عز مشاكلنا وفي عز ما احنا متضايقين وفي عز ما احنا في حاجات في حياتنا ما بتتحلش ومتعقده، ربنا بيتدخل وبيعمل معجزه. واظن الست العذراء الناس كلها بما فيها في كل الاديان بيحترموها وبيطوبوها، يعني عارفين كويس جدا انها امراه فاضله وليها كل الاحترام وممكن تعمل معجزات. ما تستكترش المعجزة على ربنا وتقول ان الطب قادر يعمل عملية يشفي بيها مريض. ربنا هو اللي قادر يشفي المريض او لا، وبيسبب الاسباب دي من خلال دكتور او من خلال معجزة. واظن المعجزة كانت واضحة جدا، بس برضو حابب ارجع للدكتور واشكره على الاسلوب المحترم اللي هو اتكلم بيه. الراجل فعلا كان بيتكلم بمنتهى الاحترام وبيقول انه مفيش داعي للمنافسة او الاحتقان اللي بين الاديان، لانه مفيش دين في الدنيا قال ان انا ممكن اغلط في دين تاني زي ما ده حصل. اكيد انا لازم احترم كل الاديان اللي حواليا وغيري يحترم ديني، وبالتالي هنعيش كلنا في سعاده وكلنا مطمنين ان كلنا حابين بعض، والعباده كده كده بتبقى لربنا.